تجربة تسجيل التليفونات في مصر بصراحة مش أفضل حاجة. كلنا عارفين ليه التليفون لازم يتسجل أول ما ينزل مصر، وما عنديش أي مشكلة إن أسجل تليفوني لو السيستم ناجح، لكن للأسف في ناس كتيرة نزلت مصر أيام حريق سنترال رمسيس والسيستم كان واقع وما كانش ينفع تسجل تليفونك. قالك يا باشا في المطار خد الرقم ده وأنت راجع مسافر تاني سجل تليفونك في المطار. نرجع تاني للمطار وإحنا مسافرين قالك لا أنت خرجت من المطار وما ينفعش تسجل تليفونك. تحكي لهم القصة من الأول وإن أنت نزلت وقت ايام حريق سنترال رمسيس. يقول لك لا ما ينفعش تسجل تليفونك، اتصل بخدمه العملاء. تتصل بخدمه العملاء يعمل معاهم شكوى، يقول لك هنرد عليك بعد 5 ايام. يعدي ال5 ايام يعدي الاسبوع ولا تسمع منهم اي حاجه. طب تسجيل التليفون ما ينفعش وقت النزول في مصر، ما ينفعش وقت الخروج من مصر، ما ينفعش حتى بعد ما كلمت خدمه العملاء، وما ينفعش كمان في التطبيق. يعني انا مش عارف طب الواحد يسجل تليفونه ازاي؟ الواحد من حقه تليفون كل 3 سنين. فالمشكله في السيستم نفسه يا جماعه. طب احنا عايزين نسجل التليفون، الخدمه الوحيده اللي متاحه في التطبيق هو ان انت تدفع الضرايب. طب انا من حقي تليفون كل 3 سنين ومش محتاج ادفع ضرايب. اعمل لي سيستم يسهل علينا الدنيا. ولا تسجيل التليفون نافع في المطار وقت الوصول، ولا وقت الخروج من مصر، ولا عن طريق خدمة العملاء، ولا حتى في التطبيق. فياريت يا جماعة نلاقي حل في الموضوع ده بجد.